احنا بقى يا عم بالله عليك يا عم بالله عليا ايه بس والنبي يا عم بطل شحاته بقى، بطل جو الشحاته ده. هتضيع مني بقالنا اسبوع بنلف. لا والنبي يا اسماعيل بالله عليك لازم نجيب له الحاجه اللي هو هتضيع عايزها. مني بالله. طب نخش هنبص على اي حاجه. طب انت عايز تجيب لها ايه؟ اي حاجه طب معلش عشان محلات خاطر عبايات وفساتين، حتى لبس الرجاله ما عتقناش. ايه يا والنبي يا عم بص اللي تشيلك همها كده في هديه عيد ميلادها. يا اسماعيل اقف جنبي ابوس ايدك. انا واقف جنبك والله العظيم، انا واقف جنبك. لا 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 كده لا كده كتير. مش هتخش تجيب موبايل هديه يعني يا اسطى عاملين عروض يا عم ما نجيب الحاجات السهله ليه التبذير؟ ما نعمل سلسله فضه. بقول لكم بنت ناس بتمتصارع وراها برج خليفه. وانت بتعرف ولاد ناس عايز اخش يا جدعان. هترجع لصاحبها القديم ده كان بيهديها بالعربيات والله. طب ايه اللي مدبسك في الطبقه دي؟ طيب اصل بقول لها هديه هجيب لها. ايه؟ والله في حد بيجيب الا والله هو في حد بيجيب هديه موبايل؟ انا يا عم انا بقول لك لازم ابان نزيه ولازم ابان بقيمتي، ما يخصكش يا عم. عجبني بص بيتفتح تحس ان هو لابتوب يا عم بالله عليك شويه. ولا اجيب لها ده ايه تحفه. كفاك في الحاجات اللي بتطبق يا عم. مالكش دعوه عشان لو دخلت امتحان ولا حاجه. تعمل ايه يا اسطى؟ بعمل ايه؟ هجيب لابتوب. طب وهديتي؟ يا عم انت عملت لي فيها تامر مرسي ومنتج وبتاع، وجايب الهديه لواحده ما تعرفهاش موبايل. لما يبقى اول هديه ليك وواحده ما تعرفهاش وجايب لها موبايل. الحاجه بتاع حضرتك كلها جاهزه. دي الموبايل بتاع الجيش بتاع حضرتك، وادي موبايل والدتك، وادي الموبايل بتاع صاحب حضرتك اللي انت كنت جاي تاخده، وده اللابتوب بتاع اخوك، وده البلاي ستيشن بتاع صاحبه. كده حساب حضرتك التوتال كله 200 جنيه بس. 200 جنيه؟ بالنسبه لانظمه التقسيط، احنا هنا في دريم 2000 عندنا اكتر من 18 نظام تقسيط. في منهم انظمه على لغايه توصل لغايه 24 شهر وبدون مقدم وبدون فوائد، وفي انظمه بتوصل لغايه 60 شهر. حضرتك هدفع اول قسط دلوقتي بعد اذنك؟ لا حضرتك احنا هنا عندنا في انظمه التقسيط بندفع فيزا بس. ممكن بعد اذنك تقسمها لي كده تاني، تقول لي اقدر ادفع الاقساط ازاي؟ لان كده القسط ما بيدفعش يومي، فانا هدفعه على مدار شهر. فاللابتوب انت قلت لي 20 جنيه في اليوم تقريبا. مظبوط. يعني في الشهر هدفع قسطه 600 جنيه كل شهر. مظبوط يا فندم. كمان صاحب حضرتك قال لي ان هو في البلاي ستيشن هو بيصرف 60 جنيه في اليوم، ممكن يوفرهم ويدفع 50 جنيه بس في اليوم ويبقى البلاي ستيشن بتاعه. اللابتوب هو 20 جنيه بس، والموبايل الايفون 13 50 جنيه، ده 25 جنيه. طب هو بس بالنسبه للايربودز عشان الهديه تبقى كامله بس معلش، انت حضرتك قلت لي تابع الويب سايت عشان بينزلوا اوفر فوق الاوفر تقريبا، حاجه زي كده. ينفع ابدل موبايلي بموبايل اعلى من عندكم وادفع الفرق؟ اللي انت عايزه. ايه ينفع برضه؟ اللي انت عايزه كله متاح. والله العظيم لاجي معاك عشان نشوف بقى الناس اللي بيجي لهم موبايلات دول بيتفاجئوا ازاي، ولا رياكشناتهم عامله ازاي. يا عم أما هتتفاجئ نشوف مالكش. دي ليه يا جماعه؟ ما تهزرش. الرياكشن التعبان ده. دي ليه؟ هي عيانه ما بتتفاجئش ولا ايه؟ هتتفاجئ امتى؟ مش فاهم هتتفاجئ امتى؟ ما تهزروش بقى بجد. احنا لا بنهزر. يعني مش عارفه اقول لك ايه يا مازن بجد. بتدوري على ايه تاني؟ طيب يعني هتلاقي مفتاح عربيه مثلا ولا ايه؟ انت بجد المفاجأة فين بقى؟ ميرسي جدا يا مازن، ثانك يو لا طب هاتي كده ثانية اما هنشوف حاجة بس. قوي بجد، ثانك يو. لا بجد عجبني قوي بجد، ثانك يو. خلاص بص ماشي، هلفولك لفة تانية. ما انا هقول لك هنيجي يوم تاني. ما انا بقول لك هو بجد ما انت احسن اخ بجد. الله يخليك يا رب. الله طب يخليك. ثانيه واحده، يلا الهديه. لا يلا.